بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتحدث عن السور الذي بناه صلاح الدين الأيوبي لتحصين القاهرة. وجد صلاح الدين أن القاهرة الفاطمية والفسطاط والقطائع والعسكر لا يوجد بها سوى سور واحد، وهو ذلك السور الذي بناه جوهر الصقلي وجدده الوزير بدر الجمالي، وضم ذلك السور بين جنباته جامع الحاكم بأمر الله. لذلك أراد صلاح الدين أن يجمع عواصم مصر كلها داخل سور واحد يحميها من أي غزو طارئ. ووفر صلاح الدين لبناء هذا السور كل ما يحتاج إليه من خشب وحديد وأحجار وغير ذلك، وروع في بناء هذا السور أن يكون محصنا بأبراج منيعة. واستمر العمل في بناء السور حتى توفى صلاح الدين، وهو السور الموجود حتى الآن. وجعل لهذا السور أبواب، منها باب البحر، باب الشعرية، وباب البرقية، باب القراطين الباب المحروق فيما بعد، والقراطين وهم باعة البرسيم. وبعد الانتهاء من بناء السور تم حفر خندق حوله، وظل هذا السور على حالته حتى عهد السلطان الكامل محمد الذي قام بتعليته. وإلى اللقاء في الموضوع القادم إن شاء الله تعالى، وشكرا على حسن استماعكم.